سلام البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والهنا. شوفوا اليوم جبت لكم واحد الوصفه بزاف كنتوا تطلبوها مني وكنتوا تستناو. شوفوا اللي عرفت الوصفه واش راه داخل في هذا الطاجين تخلي لي في لي كومونتير قبل ما نحله، اللي توقعت تخلي لي في لي كومونتير قبل ما نحل الطاجين. يلا تشوفوا معايا. واو يا درا البنات، هي شكون جبدتها؟ شوفوا اليوم جبت لكم سوفلي داموند، سوفلي اللوز. هاد الوصفه اللي بزاف نتوما تطلبوها مني وتحتاجوها في رمضان. قعدوا معايا باش تشوفوا الفيديو تاع المقادير وطريقه التحضير. المكونات نتاعي هنا عندي 4 حبات تاع بيض، عندي 250 غرام لوز احمر به بالقشور نتاعه مطحون كما راكم تشوفوا، ما يعادل كاس ونص. عندي مغرفه ونص تاع فرينه، مغرفه ونص تاع زبده، عندي نص كاس تاع سكر ونص كاس تاع حليب ونص باكي خميره كيميائيه. دوك نروحوا نشوفوا طريقه التحضير. نفصل الصفار عن البياض، ندير البياض وحده والصفار وحده، البياض باش نطلعوه. نديرو الحليب في الكاسرونه، درت صفار البيض، نزيد الحليب، نزيد السكر، ونزيدو الفرينه، ونزيدو هذيك الزبده، ونديروهم كاع على النار مع التحريك المستمر. النار تكون قليله والتحريك المستمر اللي ما نحبسوش وما نخليوش هاد المكونات تاعي ما نخليوهمش حتى يعقدوا لنا تيوليو لنا باط قاصحه، خاطر الا ولات لكم قاصحه غادي الوصفه تاعكم ما تجيكمش شابه. دوك تشوفوا معايا كيفاش غادي نخليهم انايا. ها هي الكريمه تاعي الاولى بعد ما نحيتها على النار. شوفوا ما يعني دات لي واحد 5 دقائق هكاك. ها هي شوفوا القوام تاعها ما تقلوهاش. ودروك راني غادي نزيد لها اللوز، يعني حتى نحيتها على النار عاد ونزيد لها هذاك اللوز نتاعي. دروك نلمها كامل بهذا اللوز ونخليوها تبرد عاده ونمشيو للمرحله الثانيه. هذا الخليط كي راكم تشوفوا فيه كيما هكا غادي نخليه يبرد عاده ونمشيو للمرحله الثانيه. هنايا عندي بياض البيض غادي نطلعه، درت معاه قرصه ملح وغادي نطلعه اوناج. غادي نستعمل البيطره كما نتوما تقدروا تستعملوا الباطيغ. قوام في البياض البيض نقلبوا كيما هكا البول تاعنا، والبياض البيض يقعد قابض روحه، يعني هذا هو القوام اللي نحتاجوه. وهذاك الخليط الاول ثاني يكون برد لنا وشويه ثقال، خاطر الا درتوه حامي غادي يطيح لكم بياض البيض. هي دركا غادي نبدا نضيف هذا الخليط الاول تاع اللوز البياض البيض ونخلطو غير بشويه بشويه حتى يتجانسوا لنا مع بعض. هكا نضيفها على دفعات ونقعد نخلط، والبنات غير بشويه باش ما تطيحوش هذاك البياض البيض نتاعكم. هكا من الاسفل للاعلى. ها هو القوام اللي نتحصلوا عليه كي كملنا كامل هذاك الخليط. دروك نضيفوا له نص مغرفه خميره كيميائيه. وانا ديجا هنا راني في هذه المرحله راني شعلت الفور تاعي يحمى. ندخلوا هذيك الخميره ونجيب المول تاعي. هنا نتوما تقدروا تبغيو ديروه في المول العجيب ولا ديروه في هذا المول. هذا انا غادي ندير في هذا المول، بصح مانيش غادي نديرها بومبي كبير، غادي نديره يعني غدريه في صغير متوسط، يعني درت 4 حبات. نتوما لا تبغيوه كبير وكما نقولوا بزاف يعمر العيد دوبلوا المقادير. هذا ما كان، هذوك المقادير ضعفوهم. انا المول تاعي درت له شويه تاع الزبده ورشه تاع فرينه، وراني غادي نكب فيه الخليط. ها هو الخليط نتاعي بعد ما كبيته في المول. هنا طريقه الطياب، انا كما قلت لكم الفرن راني مسخناته على 180 درجه. غادي نشعلت لها غير من التحت. غادي ندحي هاد السوفلي تاعي في الفرن ونخليه نحسب له واحد نص ساعه حتى 40 دقيقه. كي نشوفوه يعني طاب من تحت ندير لكم بان لكم الاطراف، شعلوا عليه وخليوه يتحمر من الفوق. وكي يطيب البنات طفيو عليه وخليوه في الفرن، ما تخرجوش تمتم.
باش ما يتشوكاش ويهبط لكم. هو يهود واحد شويه زعما ماشي حاجه بصح، باش زعما ما يديش هذيك الشوك تاع البروده. دروك نمشي نديره في الفور ومن بعد نكملو. ها هو السفلي تاعي بعد ما فات لي شويه في الفرن وجبدته هنا شويه في الاطراف قريبه ما يشمتني. مهم وهو دافي نحيوه من المول، ما نخليوهش حتى يبرد باش ما تضمنوا بلي ما راش يحلصق لكم. يلا فوالا، ها هو السفلي تاعي. دروك غادي نروح نشربه. هنا غادي نشربه بالسيرو، اللي السيرو راه عندي بارد، واذا كان عندكم السفلي تاعكم بارد السيرو يكون سخون، يعني دائما تخدموا العكس. السيرو اللي درت فيه 2 كيسان تاع الماء في كاس واحد تاع السكر، ونقعدوا كيما هكا نسقيوه هو يشرب وحنا نزيدو نسقيوه. هنا بعد ما نشرب السفلي تاعي السيرو بيان، غادي نزيد له شويه تاع هذا عصير الاناناس اللي كان في الباطا، خاطر انا غادي نزينه به. هذا يبقى اختياري. وهنا غادي ندير له مسحه بالناباج. التزيين يبقى لكم اختياري، نتوما تقدروا ديروا مع الفواكه المجففه كيما البرقوق، الزبيب، المشماش، وديروه كيما طاجين الحلو، او تقدموه كيما نقول لكم ان ديسير، ديروا فيه كريمه دبلومات لا كريم شونتي مع الفواكه اللي تبغيوها. كيما تقدروا تخدموه في هذا المول كيما تقدروا تخدموه ثاني في المول العاشيب. ها هو البنات الطبق تاعي بعد ما زينته. انا زينته بالفواكه نورمال، درت شويه كريمه. كما قلت لكم التزيين يبقى لكم اختياري. ان تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وما تنساونيش البنات بالدعم، البارطاج، لي كومونتير، ولي اول مره تشوف القناه تاعي من دابك تخلي لي ابوني. والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.